بعض الاخوان طلعوه ان هو الراجل ساب مصر وهاجر لكندا ومش عارف ايه وحاجات كتيره جدا. وشقيقه سياده النائب الحقيقه دخل وقال ان دول اخوان وبيعملوا الكلام ده مش صحيح، وان هو وهاني كانوا بيعملوا المؤسسه الخيريه بتاعتهم. مره تانية انا معايا الاستاذ الفنان هاني رمزي. اهلا وسهلا يا نجم. اهلا استاذ سيد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا فندم؟ كله زي الفل الحمد لله تمام. اخبار اوتاوا ايه والبرد اللي فيها؟ انا في الساحل الشمالي والله الناس كلها يا عيني. طب يعني قول لي السبب اللي يخليهم يقولوا كده ايه يعني ايه الاختراعه دي، يعني جت ازاي؟ بص انا طبعا ده تقدر تقول يعني هم نفسهم يضايقوني يعني من زمان، يعني وانا متعود على كده، يدخلوا يشتموا على اي خبر، على اي مثلا عمل فني ليا يدخل يشتم بتاع الحاجات، اتعودنا على كده. فنفسهم يعملوا اي دربكه، يقولوا للمصريين، يقولوا للناس بره ادي هاني رمزي ساب البلد بعد ما شارك في 30/6. شاركنا في 30/6 انا واسرتي، وده فخر ليا وفخر لعيلتي وفخر لاي حد شارك في 30/6. ولكن مش هنسيب بلدنا ونهج زيكم. انتوا هربانين، انتوا فاكرين ان حتى الناس اللي هي المهاجره احنا بنسافر نقابل المهاجرين بره. التويته بتاعت الدكتور خالد منتصر اتفهمت غلط، لان انا مسافر انا وهو في شهر 9 اخر 9 علشان نقابل المهاجرين المصريين العظماء اللي بره، اللي بيساعدوا مصر من خلال تحويلاتهم ومن خلال تواجدهم، وبيعملوا ايفنتات، وده نوع من انواع التواصل ما بين بلدهم والحنين لبلدهم. يعني دول عظماء، هم دول زيكم انتوا هربانين. فطبعا طيب. هم اي حاجه فيها هاني رمزي، فيها عيله رمزي، فيها اي حاجه يعني والله يا نفسهم فندم اي حاجه فيها من اسم مصر يا فندم بيعملوا كده. ما احنا كلنا محطوطين يا فندم، وكل يوم بيشتموا فينا عادي يعني، وبنحتسب ده ربنا سبحانه وتعالى. قول لي بقى، انت قاعد في الساحل الشمالي في الحته اياها دي؟ في الساحل الشرير. في الحته اياها؟ في الحته اياها. هل صحيح ان الاسعار للدرجه دي وازازه الميه مش عارف بايه يا استاذ هاني؟ والله بص، هو في غلاء في الساحل الشمالي، لكن انا ما شفتش ازازه الميه اللي ب 200 جنيه اللي بيقولوا عليها والكلام ده. ده حد مجنون اكيد، او حد مش طبيعي، حد مش يعني طبيعي بجد يعني. شفت الكلام ده على السوشيال ميديا، ده اصل كلام الناس كلها مصدقه ان ازازه الميه ب 200 جنيه في الساحل الشمالي يا فندم. لا ما فيش يا فندم الكلام انا ده، جايبها ب عادي 5 جنيه يا جدا، جماعه من اسعار فتح عادي الله اللي جدا. قدام مارينا على طول. في غلاء، بس يعني اغلى من مصر سنه. يعني الحاجه ام جنيه هتلاقيها بجنيه وربع مثلا، انت فاهم؟ لكن ما فيش حاجه اسمها ب 200 جنيه ازازه الميه، ما فيش الكلام ده يعني. ربما تكون مبالغه، لان الحمد لله الحمد لله يا استاذ هاني، السياحه الايام دي في مصر ما شاء الله. فانت عارف لما بتبقى عندنا سياحه في مصر برضو الجماعه اياهم يبداوا يخترعوا اشياء كثيره جدا لاي حاجه لا قدر الله تحصل، بحيث يضرب لك الموسم بتاعك. فاحنا لازم نبقى واعيين قوي. لا ولا ده بيأثر فينا ولا في المصريين، والناس عارفه كده كويس. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، تعال اتفرج على العلمين الجديده عامله ازاي، فوق الخيال. اكيد يعني أكيد. مدينه ساحره بمعنى الكلمه، ومش هتلاقي زيها في العالم كله. احنا لفينا وسافرنا يا فندم الساحل وجينا. الشمالي كله، انا بقول لك اهو، انا لفيت انا كمان ورحت ارقى حتت. انا مكان مثلا زي مارينا ده مش هتبقى موجوده في اي حته على البحر الابيض المتوسط ولا في العالم. ولا تلاقيها في مكان. على فكره الشواطئ عندنا مفيش زيها. يعني انت عارف، انت اكيد على الخدمات عامله ازاي. اكيد رحت نيس، وكان زلط بتاع قد كده وشويه زلط البيتش بتاعهم يعني. فانت مفيش يا فندم زينا، مستحيل. قول لي، هتعمل افلام جديده بقى تتناول فيه الكلام ده بقى وحاجات كده ولا لا؟ انت مختفي ليه عن السينما؟ لا ان شاء الله في اعمال جديده وفي شغل جديد ان شاء الله يعجب الناس يا رب. يعني ادعوا لي ان احنا نتوفق في حاجه صح، وفي نفس الوقت احنا موجودين في بلدنا وبنخدم بلدنا، وكل دي اشاعات مغرضه، وكل اللي بيتقال ده هري على الفاضي. وبصراحه يعني انا واحد من الناس ما بتفرجش على العالم ديت. انا لقيت الناس هي اللي بتتكلم، قلت هو في ايه يا جماعه؟ لان الناس بتحبك بس، فكنا بنطمن عليك. كتر خيرك يا استاذ سيد، اشكرك شكرا جزيلا. الفنان الكبير استاذ هاني رمزي، شاكر فضلك فندم
عندي النهارده فقرتين. الفقره الاولى في مشكله عندي ناس في الساحل الشمالي حاجزين ودافعين فلوس دم قلبهم، والراجل تعثر وي وي ودخل السجن، والناس بقوا مش عارفين يعملوا اي حاجه خالص. ودي المساله بتتكرر، وانا في البرنامج هنا هتبنى المساله دي كلها. بعدها على طول في فقره مع الرائعه الدكتوره